يسعدنا جدا يكون معانا في الشكل دي هي في الحلقة دي النسيبة خالتي سعاد، وفي الجزء الثاني من الحوش مرت ولدها مدام سارة. بدايتنا معاك يا خالتي سعاد، عايزين نعرف من قولة تيت كده شنو اللي بيجيب الطنطنة وصرة الوش وهلم جرة والمشاكل هي أكلتك في صرف الصندوق مرة، يعني ورينا الحاصل. أنا مشكلتي في البداية الخفة واللفة. احنا نمشي للتعارف تلقاهم داقين صيوان وجايبين المازون من قشر عيونه. أجي بعدين البيت دي تدخل علينا تقلب في عويناتها زي البصلة في الروب. قريتها ما بيتك والله أجي قهرتها بالقهر والنبي الطاهر. ولما تجي شيلتها تفرش في الهدوم بعين قوية بري زي ده ما شفنا زمان. نحنا نقبل بالبجينة بصمت خشمنا إن شاء الله. كان 1/1 هي 1/1/2012 زنكيا. أنا هنا يا جماعة عشان ندي الكم ده برمدة نسمع كلام مدام سارة. اتفضلي اتفشي. أنا عارف المصاريف قطعوهي لكن اتفشي. نكون واضحين يا أستاذ أبو رشيدة. أنا اللي بيجي يدوق بابنا لازم يقدرني. ثم ثانيا طلباتي ما بخليها، مالي عزيزة في بيت أبوي، وزي ما قالوا بورة مضمونة ولا عرسة مجهجها. وثم ثانيا شيلتي بقلبها جايبينها لي ولا لي حبوبتي. بعدين أم الولد دي ما لا زعلانة وحردانة. والمساحة في شنو؟ هذا ولد قاعد لا طشة لا كشة. ثم ثانيا أنا ما جبرتك على حاجة. لو في حاجة ما عجبتك اسكتي، ولو عجبتك اعملي لايك. ثم ثانيا أنا بيت ملوك وداخل الفيسبوك. زنكيا انتوا كنسوان أولاد متهمين من تخشوا على بيت نسيبتكم. المناقرة تبدأ. دارين مطبخ براكم وتلاجة وتلفزيون تاني. ليه كم تلفزيون في البيت؟ ده البيت ولا نادي مشاهدة؟ نكون واضحين يا أستاذ أبو رشيدة. مطبخي ده مملكتي. بعدين عدتي لميتها براي من صناديق البخشة، يعني ولد ده ما جاب لي ولا ملعقة. ثم ثانيا المطبخ ده مزاج. يمكن يا أخي عايزة أجرب أطبخ حاجة شفتها في التلفزيون. بعدين بصراحة أنا ملاحات دي ما بتنفع معي. الخضرة والنعامية ده كله كوليسترول وما ستايل. ثم ثانيا لو في حاجة ما عجبتك اسكتي، لو عجبتك اعملي لايك. ثم ثانيا انا بيت ملوك وداخل الفيسبوك. هاي يا ممحوقة يا ما تشبه النسوان. الورقة في مطبخنا ده اللي اتعلمتي فوقه انت والله بيض ما بتعرفي تسلقي. هاي يا يما السلطة دي ما بتعرفي تقطعيها، اقطع طاريكي. اخجلي اجي يا الجي اخجلي والله غايته. انت يا عملتي القدحة للشعرية من يومك سجمانة. زنكيا ضفر زي الضفر. اها يا بروف ادينا رايك، وما في داعي للجرسة من المدام. السترة والفضيحة متباريات. اها تختار شنو؟ الليل انا معاك للصباح. أنا حقيقي يا أستاذ أبو ريدة زي ما في جمعية في الحي للصيوانات والحلل وصحانة البشري بقترح ناس اللجنة الشعبية يعملوا التكل كبير لناس الحلة كلهم. أصلا الناس أكلهم بقى شوية، ياكل الفول وملاح الغدا وباقي اليوم بياكلوا في خاطرهم. كده البيت بيبقى رايق. تلقى النسيبة ومرت ولدها بيحضرن في المسلسل التركي ويورقن في الزعتر ويسون التبولة، ويجي الراجل من برا شايل الشمامة وما بيكون شام زول في البيت. يلا خلوا الناس تنبسط. زنكيا البروف حل لكم المشكلة وروق البيت وداكم الزيت. والله دي قوية. أنا كمان نطلبكم بأغنية من الفنانة